فده بس الصهاينه بقى بموضوع تحالف مكه عشان كنا بنتكلم فيه، يعني ما لسه ما كملناش الفكره. عامل لهم حاله من حالات الذعر الشديده جدا، وكل او معظم، عشان ابقى دقيق في التعبير، معظم اعضاء حكومه نتنياهو النهارده علقوا على الموضوع. معظمهم علقوا على الموضوع بانزعاج شديد. لكن اخطر ما قيل انه طبعا بيتكلموا على ان هذا التحالف موجه لاسرائيل، عشان يبقى الناس فاهمه ان التحالف هم عارفين كويس جدا انه موجه ليهم قبل ما يكون موجه لايران. هذا التحالف وخلي بالك الخارجيه الايرانيه طلعت كلام عاقل جدا وقالت لهم يا جماعه، يعني اخيرا المنطقه بدات تفكر انها تعتمد على نفسها، بدل ما تجيب حد مدرب اجنبي من بره، تعتمد على نفسها. بدل ما نجيب واحد يحمينا من بره هو مش قادر يحمي نفسه، الامريكان، لا نعتمد على نفسنا. فالصهاينه معتبرين انه هذا التحالف هو تحالف قائم على عداوه اسرائيل. وقالوا كده النهارده معظمهم، يعني انه ربما تنضم اليه مصر لاحقا، ان شاء الله باذن الله مصر هتنضم، بس بعد ما السيسي يمشي ان شاء الله، باذن الله. هم قالوا ايه بقى الخطير في الكلام ده؟ قالوا ان احنا لازم نقابل هذا التحالف بتحالف اخر. طب ما انتم معتمدين على الامريكان. قال لك لا، احنا مش لازم نعتمد على الامريكان فقط. الاسرائيليين بداوا يستشعروا تغير الموقف الامريكي. يطلع لهم زهران ممداني وعبد الرحمن السيد وتاكر كارلسون وكل شويه، لا، في تغير في الموقف الامريكي، واذا قدرت تصد على دول النهارده مش هتقدر تصد بكره. فهم بيبصوا بنظره ان شاء الله مش هيلحقوها باذن الله، بس بيبصوا بنظره بعيده حينما تجبر امريكا تحت اداره ما عن التخلي عن امر اسرائيل بالكامل. فهم بيقترحوا ان يكون عندهم تحالف اخر في المنطقه. ايه هو بقى التحالف ده؟ انبسط يا عم. تحالف مع اليونان بالتاكيد، طبعا لازم يحط اليونان في مواجهه تركيا، وانا قلت لك قبل كده مليون مره ان الاتراك عارفين انهم هيدخلوا في مواجهه في لحظه ما مع اليونان، ومن وراء اليونان اسرائيل وفرنسا وربما المانيا. الاتراك عارفين كده، عارفين دي الحرب المقبله بتاعتهم. فهيحط تحالف مع اليونان ومع مين؟ ومع الهند. بص انت واخد بالك اللي اتقال النهارده في الاعلام الاسرائيلي بيوضح قد ايه الامور واضحه. هم عملوا تحالف سعودي تركي باكستاني، صح؟ فتركيا نحط لها الايه؟ اليونان. و... وباكستان نحط لها الهند. والسعوديه نحط لها الامارات. النهارده اتقال كده نصا على لسان مسؤول اسرائيلي: لابد ان يكون لدينا تحالف نعمل عليه مع اليونان والهند والامارات. فكل دوله نحط لها دوله. اسرائيل هتبقى في مواجهه مصر، تمام، وتركيا في مواجهه اليونان، والهند في مواجهه باكستان، والسعوديه في مواجهه الامارات. وانا قلت لك قبل كده ان الامارات تسعى بشده انها يبقى تحالف، بس هي كل المشكله ان صعب جدا تطلع تعلن تحالف، انها اتحالفت مع اسرائيل. فيتقال على شيطان العرب ده انه خلاص بقى يهودي. فالامور لازم تبقى يعني، بس لو يعني لو الظروف تخدمه هيطلع يعمل كده. محمد بن زايد ما عندوش مشكله خالص في الموضوع ده. اه والله يا اخونا ابو هاشم ما عندوش مشكله في الموضوع ده خالص، لو الامور انه يطلع يعلن انتحار. فهي القصه بس انه يعني يا جماعه فكره لا، احنا دخلنا في زمن تحالفات، والجميع يستعد للمواجهه. هذا التحالف لن يكون تحالفا ورقيا، سيكون هناك مواجهات، بس ما تستعجلش عليه. انا عارف طبعا ان انا وانت مستنيين الرد على ضرب جازان امبارح. هم؟ مستنيين الرد، ما حصلش ومفيش بيانات طلعت. استنى، لدرجة انك ممكن تتغاضى عن عملية او اتنين. يعني التحالف نفسه ما تقيموش من اول اختبار، ممكن يعدي اختبار يعدي اتنين، بس المجمل. فخلينا نشوف موضوع التحالف ده هيرس على ايه. ايه علاقة تركيا بفرنسا والمانيا؟ مالهم بتركيا؟ لا طبعا يا استاذ اسلام، اقرا التاريخ. ده كان عندهم عداء ضخم جدا قديما وحديثا. انتوا عارفين حتى اردوغان وقع كام مرة مع ماكرون، وقع جامدة جدا. عندهم عداء شديد جدا الاتراك والفرنساويين من ايام الدولة العثمانية، مع الالمان كمان. الاحتلال خرق معاهدة شرم الشيخ. طب وايه يعني؟ ايه يعني؟
ما هو بيخرق كل حاجه. إيه القصه اصلا؟ محدش بيوقفه عند حاجه. ما خرق اتفاق شرم الشيخ، وخرق معاهده السلام مع مصر، وخرق كل حاجه، ولا حد بيحاسبه. هل السعوديه رفعت حظر دخول الاخوان للسعوديه؟ ما اعرفش طبعا. هي كانت عامله حظر الاخوان ازاي يعني؟ هي عندها كشوف الاسماء، في اسماء بتتمنع من الدخول واسماء بتدخل، لكن ما فيش، اصل ما فيش حاجه اسمها جواز سفر للاخوان. فانت داخل بجواز سفر، هم عندهم بيانات. مش معقوله يكون عندهم بيانات كل الاخوان اللي في العالم. فما فيش كده. لكن اللي انا اعرفه ان الامور ما بقتش اصعب شويه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه اللي مش عايزين يدخلوه كانوا الاول بيقبضوا عليه، دلوقتي يقولوا لا ارجع. الامور بقت الطف شويه، مش اصعب يعني، اسف، الطف شويه من الاول.